الدفاع. رامي يلعب كرة تصل بعد ذلك لميركادو. تمريرة فيها ضربة عودة بعد ذلك خطيرة لخامس رودريغيز. يا ولد يا لعيب يا حريف. 10/10 يا خميس، 10/10 يا خميس. حطها في مقتل رودريغيز. يا لها من لمسة، من ضربة، من كورة، من متعة، من هدف جميل يا رودريغيز. هفوة قاتلة يا رامي، يخطف فيها وشوف الوحش افتكها كازيميرو. لعبة فنان رودريغيز بالزاوية الصعبة الجميلة. الكرة الأخيرة باليسرى. يقولون زائد عن الحاجة، يقولون لا مكان له في مدريد. شوف هذا اللاعب، يقولون لا مكان له في مدريد. شوف هذه الموهبة الكبيرة، يقولون من الصعب أن يلعب في مدريد. كما أنت محبوب يا ريال. هدف أول للنادي الملكي. إيش هالكورة عند مدريد اليوم؟ يلعبون بطريقة رائعة في هذا الشوط الأول بعد 29 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. مدريد هدف، إشبيليا لا شيء. توني مرة أخرى عرضية باتجاه جول الثاني. جول مدريدي. هدف لفاران، ضربة راسية رائعة. ورافائيل يسجل ثاني أهداف المرنجي في ليلة كبيرة في البرنابيو. 30 دقيقة كبيرة في البرنابيو. الرجم الارتقاء بالراس. فاران يسجل ثاني أهداف ريال مدريد بطريقة رائعة أيضا بعد عرضية توني كروز. يلعبون، يمتعون، يسجلون، يتقدمون رغم الغيابات. لا يوجد معاناة، ينتصرون، يحتفلون. مودريتش لخامس، لوكا مرة أخرى مرور رائع. مودريتش يحافظ على كرة كارفاخال. لو هذا اسينسيو في الانطلاق. خطيرة لمدريد. عودة الكعب الثاني. حالة دفع وركلة جزاء لريال مدريد. نعم نعم، دفع وركلة جزاء لريال مدريد. ميركادو يحتج على القرار. لوكا مودريتش كان في المكان المثالي، تعرض لحالة دفع. ريال مدريد يقترب من الحصول على 3-0 في 43 دقيقة ضد اشبيليا. لم يكن لأحد أن يتوقع هذا السيناريو، لا أحد، لا أظن من واحد توقع هذا السيناريو. دفع كان في قرار حكم موجود في اللقطة الماضية. شوفها مرة أخرى ماريانو ومودريتش. دافع لمودريتش وبعد ذلك ركلة جزاء وخامس من أجل ثنائية اليوم، من أجل رسالة للعالم كله أنه لا بد أن يلعب في مدريد. خامس وريال من أجل هذا الثالث. فرصة لإبقاء إشبيليا في المباراة يا ريكو. فرصة إشبيليا في المباراة مرهونة عندك يا ريكو. خامس رودريغيز والثالث لمدريد، والثالث لريال مدريد عن طريق خامس من علامة الجزاء في شوط واحد. اكتساح مدريدي لإشبيليا. نعم 3-0 في شوط واحد، أمر كبير جدا على إشبيليا لم نكن نتوقعه. أداء رائع جدا وعاد ليجلس في مكان زيدان. وهدف ثالث يعمق جراح الخصم، وليلة يلمع فيها خامس. يوجه رسالة للكل ويضع زيدان، ويضع اللوم بعد ذلك ربما على ريال مدريد وعلى زيدان انه خامس لا بد ان يحافظ عليه. الجمهور المدريدي عندما يرى كل هذا الاداء من رودريغيز من الصعب عليهم تقبل خروجه بعد ذلك. هدف ثالث ثنائية لخامس الذي يقدم اداء رائعا جدا في مباراة اليوم.